الجرامر. دي بيرسونال برونوم. ماشي. يعني ايه دي بيرسونال برونومن؟ يعني الضمائر الشخصية. ماشي. زي ايه؟ برضو ايه رأيكم نعملها في مايند ماب؟ برضو نعملها في مايند ماب. يلا. عندي إيش أنا، دو أنت، هي هو، زي هي، فيا نحن، اس هو أو هي للمحايد، بالكلمة المحايدة يعني. ماشي. وإيه تاني؟ زي هي معناها حضرتك أو حضرتك أو حضراتكم. طيب وإيه تاني عندي؟ عندي إيه، آخر حاجة. يعني إيه؟ يعني أنتم. تمام. إيش أنا، دو أنت، إيه هو، زي هي، اسم محايد، فيا نحن، زي حضرتك، إيه أنتم. صعبة؟ لا طيب لا تعالوا لا نشرح. لا. ماشي. تعالوا نشرح واحد واحد بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عندي إيش اللي هو معناه إيه؟ اللي هو معناه أنا. صح صح. وبضيف له في الآخر حرف الإيه. لو هصرفه مع إيه؟ هصرفه مع فيرب. صح يا فراو؟ اه صح. دي مش عليها ملحوظات قوي بصراحة يعني. تمام تمام. بس أنا عندي دو اللي هي معناها إيه؟ اللي هي معناها أنت. والتصريف بتاعها بيكون إيه؟ بيكون اس تي. صح يا فراو؟ صح. عندي ملحوظة عليها تركاية كده. زي إيه؟ لو أنا مثلا قلت أنس، أنس وسكت، هقول عليه أنت؟ لأ، هعوض عنه بآية. كأني شايفاه هو. هو أنس هو. طب أنا بقى هرخم زيادة، هقوم حاطة لك كوما في هنا، هنا كده كوما. أنس وحطيت كوما. كوما دي أول ما بشوفها كأني بقول يا أنس. يه، ياه، يا أنس. بخاطبه. صح؟ صح ولا أنا غلطانة؟ صح. فأنا بقول يا أنس. هقول له هو ولا هقول له أنت؟ لا، هقول له أنت. لا أنا مش فاهم يا فرو، معلش وضحي لي تاني. يعني يا سيدي على سبيل المثال، أنت قلت فراو يارا كوما، فاحنا عارفين إن كوما دي معناها يا فراو يارا. صح؟ صح. دي هنجي لها كمان شوية. بلاش فراو يارا عشان دي هتبقى ضمير تاني. هنخليها مثلا فروحة. عملنا فروحة وكتبنا كوما، فكأني بقول يا فروحة انتي مثلا كويسة، فانا قلت ضمير انتي، ما قلتش هي كويسة. انتوا فاهمين؟ فهي الكوما هنا في الجيرمان كأني بخاطب الإنسان اللي معايا ده، بقول له يا أنس، يا عبد الله، يا فرح. فأول ما بشوفها بعوض عنها بدو. فالتصريف اللي بعد كده بيجي اس تي، تصريف الفعل. طيب لو انا ما عنديش الكومة دي وعندي انس بس، ساعتها هشوفها ايه وهصرف على انها ايه، على انها تي. صعبة الحتة دي؟ يا شباب. لا خالص. لا خالص.
الشباب النايمة اللي لا مش هينفع. ايوه ايوه كده رد. يلا ماشي. وبعد كده عندي ايه معناها هو، وبتاخد تصريف ايه؟ بتاخد تصريف تي. ماشي. وعندي زي معناها هي، وبتاخد تصريف ايه؟ بتاخد برضو تي. وعندي اس للمحايد، بتاخد تصريف ايه؟ بتاخد برضو تصريف تي. بس انا بقى عندي لكل واحد ملحوظة. ايه هي؟ مع الايه والزي هناخدهم كده مع بعض لان ملحوظاتهم زي بعض. طيب ايه يا فرو، احكي لي القصة بتاعتها. طيب تعالى ما اقول لك مثلا، هنا منى وعبد الله ماشي، وهنحط تحت بدل منى وعبد الله هنخليها فراو منى وهير عبد الله. هي الهير دي بتتقال على المدرس بس يا فراو؟ لا بتتقال عادي، يعني هي معناها سير مثلا بالانجلش، سير عبد الله. تمام، يعني استاذ، السيد كده. مفهومه مفهومه. وفراو معناها السيده او ميس، يعني هي بتيجي مع بدي ودي. طيب ماشي يا فرو، ايه بقى ايه إيه الحاجه اللي احنا هناخدها عليها؟ لو جت مثلا منى هنا لوحدها هتبقى معناها زي عادي جدا، زي اللي هي معناها هي، والفعل هيتضاف له ت عادي جدا. وعبد الله هنشوفه ايه، هو معناه هو، وهنضيف له ت عادي جدا. طب انا لو حطيت لهم كوما هنا كده وهنا كده، كوما منى انتي، يعني انا بتكلم على انها دو. نفس الكلام بالنسبه لعبد الله، ساعتها التصريف هيبقى ايه؟ ساعتها التصريف هيبقى اس ت. طب حلو قوي يا فراو. بالنسبه اللي تحت بقى، اللي تحت لو فراو او هير فبرضه هيتعاملوا على انها لو هنا تبقى زي عاديه، زي اللي هي معناها هي مش معناها حضرتك. تمام تمام. والهير هيبقى يتعبر برضه على انه ايه، والتصريف هيبقى تي عادي جدا. طب انا بقى لو حطيت كوما يا فراو هتبقى دو؟ لا مش هتبقى دو. كاني بقول ايه؟ فراو يارا كوما، احنا عارفين ان كوما بنخاطب الراجل ده، فكاني بقول لها يا فراو يارا حضرتك، صح ولا لا؟ مش بقول بعدها حضرتك؟ اه بقول بعدها حضرتك. هير عبد الله حضرتك. فحضرتك هنا بتفكرك بايه؟ بتفكرك بالضمير اللي هو زي الكبيره دي، صح؟ صح يا فراو وعين العقل. ساعتها التصريف هيبقى ايه؟ ساعتها التصريف هيبقى اي ان. بقول لك انا بالانجليزي هي المفروض اي ان، تمام؟ اي ان ده التصريف بتاعها. يعني لو انا شفت كوما مع الفراو او الهير ساعتها احط اي ان، ومن غير الكوما يتعاملوا بالاي والاس والزي عادي. طب بالنسبه للاس دي يا فراو مش عليها حاجه، قال لك اس دي بنعوض عنها على الكلمات المحايده او الحاجات المحايده، او لو شفت دس عامه، لو شفت دس او شفت كلمه محايده هعوض عنها باس. طب وايه تاني؟ لو شفت مدن زي مثلا كايرو ساعتها هعوض عنها باس. صعبه الحاجات دي؟ لا. تمام. ده بالنسبه للاي والاس والزي. طب عندي ايه تاني بقى بالنسبه؟ انا مثلا كفراو بنطق الكلام ده كله، هل انا اتولدت مثلا في مصر بعرف اتكلم الماني؟ لا، اتعلمت ازاي انطق الكلمات دي. هل ان انا اقعد اقلد الناس وهما بيتكلموا كافي ان انا اعرف نطق الحرف الصح؟ لا، لازم افهم الحرف ده بيتنطق ازاي كده. تمام، وهفهمه تمام. اكتر من الفوكال. الدي فوكال، الدي فوكال اللي هو الحروف المتحركة، ودي زيها، ثانية بس عشان الكا هنا مكتوبة غلط. ماشي، فوكال دي زيها زي الانجليش، ماشي، مع زيادة كام حرف كده هنتكلم عليهم كمان شوية. طيب تمام. ايه الحروف دي بقى؟ قالك الآ هنا منطوقة عكس الإنجليزي خالص. مش الإنجليزي بنقول إيه؟ هنا هنا منطوقة والايه اللي هي الاي. بالظبط كده. دي واخدة الحركة بتاعتها بس في الإنجليش. تمام؟ تمام. ماشي. وعندي إيه كمان؟ عندي حرف الإي. الله يفرو، هو ده مش في الإنجليش اسمه اي. اسمه آي؟
ايوه بس احنا دلوقتي في الجيرمان، فالاي واخد حركه الاي في الانجليش، تمام. فهنا ايه ايه، الدنيا تشقلب حلف كده، ان الدنيا تشقلب حلف. تمام تمام. 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 طيب عندي ايه كمان؟ عندي حرف الاو. عارف لما حد يقول لك اوبا كده؟ او. طيب عندي حرف كمان اللي هو الاو. يعني طب انطقه ده ازاي يا فراو؟ الاو اللي قبليها دي بتلاقي بقك كده، وانت بتنطقها بتلاقيه كأنه حرف، كأنه دايرة، كأنه خمسة كده، او. طيب حرف الاو بنضم بقنا شوية، او او، بقك بيبقى مضموم، وكأنك طالع لك زلومة كده. تمام او. تمام. ماشي. في أغنية كده كانوا بيغنوها زمان اللي هي كاجولو، فكانوا بيقولوا او او، فهي هو ده الصوت بتاع الحرف ده أصلا. طيب تمام. ده بالنسبة للدي فوكال. والحروف دي هتلاقيها بتحرك تقريبا معظم حركات الحروف اللي موجودة في اللغة. تعالى أقول لك إزاي. إيه اللي بعد حرف الحرف ده على فكرة كتابته بتتكتب كده. الست. بي، لا ده مش اس ست، ده حرف البي عادي. بي. تمام. تمام. بيتكتب هنا حرف البي وبعديها حرف الاي. انطقها كده بقى. فاكر احنا كنا ناطقين الحرف ده ايه؟ بي. ايوه شاطر. طب ليه بقى قلت بيه؟ عشان الايه بالظبط كده شاطر. فهمت ان الحروف المتحركة هنا هي اللي بتحرك اصلا، او قبلها. بتحرك الحرف. مم. هي اللي بتطلع صوته. تمام. بعد كده عندي الحرف ده اسمه ايه؟ ده اسمه تسي. تي اس اي. تس ايه، يبقى ايه على بعضها تسي. فهمت؟ مم. طيب يعني البي بتنطق ب. بي ايوه، والاس اللي هو السي ده في الانجليش مثلا بيتنطق بيتنطق في ب. الالماني ايه؟ سي. ت. زي ابوت. طيب عندي ايه تاني؟ عندي حرف د. ايه. د. هخمن بقى كتابته اصلا في الصوتيه بتتكتب ازاي. ها، مش احنا قلنا دي؟ اه دي ايه. زي ابوت. شفت تتفهم ازاي؟ انت كده مم. يعتبر اصلا، يعني لو كملت معاك باقي باقي الالفابيت هتعرفها لمجرد بس قلت لك الحته دي. تمام. اه تمام. طيب عندي ايه تاني؟ عندي حرف الايه قلنا عليه. وبعد الايه عندنا الحرف ده. هنا الالمان قالوا لك لا احنا هننطقه اف عادي زي زي الاجانب، مش هنختلف عنهم في حاجه. طيب تمام. ايه اف اهو، هو ده كتابته يعني، بس هو بيتنطق نفس النطق الانجليزي. طيب عندي ايه تاني يا فراو؟ عندي الحرف ده بيتنطق ايه بقى؟ جه. جه. ده علشان احنا فاهمين، لكن في ناس تانية ممكن ما تبقاش فاهمة، لان عشان مثلا متعودين على الحرف ده في الانجليش بيتنطق ايه؟ بيتنطق جي صح؟ مم. طيب فانا هنا في الالماني انا ما عنديش حاجة اسمها جي، ما عنديش الج ده، ما عنديش حرف الج ده، التعطيش الجيم ده مش موجود. انا عندي يعني عارف البلدي اللي عندنا في مصر كده، مش احنا بنقول راح وجه؟ هو ده مم. نفس الحاجة بالظبط. هتبقى جي مش جي، جي. هتبقى تمام. كده وبيتحط بعديها برضو حرف الايه. طيب أليس كلار؟ الاسكلار. اوكي. طيب عندي هنا حرف كمان وهو حرف الها. ده الحرف ما بيضحك شوية، ها 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 كده. تخيل بقى ده بيتكتب ازاي. مش احنا قلنا ها؟ ها تبقى ايه؟ اه تبقى اتش اي. اتش دي اي. اتش اه. ناين 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 ناين. انت كانت لخبطت، اقول لك ليه. طيب تعالى كده نعمل زي ما انت قلت. انت قلت اتش ايه، ماشي. اتش اه اه. واتش ايه، اتش واتش ايه والاتش اي، صح؟ تعالى كده لا ما ننطقها. قصدتش ما قصدتش اتش اي. انا ايوه انا اتلخبطت اصلا. فاهماك انا فاهماك انا فاهماك، بس تعالى كده نجرب. يعني تعالى لو حد قال لي حاجه زي كده، هنا هتبقى ها، ده النطق الصح. مم. هنا تبقى هي، هي. تمام. تمام. هنا هتبقى هي، ها هي. واخد بالك كانك ايه؟ تمام. بتقول الحرف اللي الف كده بس بالحركات بتاعته. تمام. تمام. طيب عندي ايه تاني؟ عندي الحرف اللي بعده هو حرف الاي، وده اتكلمنا عنه. بعد حرف الاي عندي حرف ده. الحرف ده بقى
اسمه ايه وبيتنطق ايه، في اختلاف. طب ازاي يا فراو؟ الاسم بتاعه اسمه يوت. يعني لما اجي اتكلم واقول ايه، ا بي سي دي اي اف جي ها اي يوت، ده اسمه. ولما اجي اغني الاغنيه هقول كده. طيب تمام. لما اجي بقى انطقه، هنطقه يوت؟ لا. 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 ليه؟ عندي مثلا كلمه زي كلمه ياسمين او جاسمين أو يا. او ايه، او يخت. لا يخت مش يا بحرف يا اليوت. يا. او يا زي ياجوت اهي، يا. تمام. تمام. هي دي بتتنطق ايه في الالماني؟ في الانجليش بتتنطق جاسمين عادي، لكن في الالماني بتتنطق ياسمين. مم. تمام. وهنا حرف اليا، يعني معنى كده ان حرف اليوت ده بيتنطق ي في العربي. عشان ما ينفعش اقول يوت ياسمين مثلا، فاهمني؟ ما ينفعش اقول يوتا، كده غلط. طيب كل الكلمات اللي احنا بنكتبها دي اكتبها ورايا، لانها ايه، حفظ، هناخد عليها ديكتات المره الجايه. تمام. تمام. ماشي. بس دي الكلمات اللي هي موجوده في المايند ماب. في حاجات ممكن اكون زودتها عليك شويه بس علشان نعرف اصل الكلمه دي جايه منين. مش هاجي اقول لك جيزوندس معناها هيلسي، اون جيزوندس معناها ان هيلسي، مش عارفه ايه. لا، انا عايزه اعرفك الكلمه اصلها منين بالظبط، جت كده ازاي. تمام. كده احنا فهمنا الكلمه جايه ازاي، والحمد لله هيبقى سهل بعد كده نحفظها. طيب تعالى بقى، هعزمك بما ان احنا بنتكلم يعني في الجيزوندس اسم، ماشي، والجيتغونك، الحاجات دي. وانا ذات نفسي عملت بلو اب في الاجازه كمدرسه، وبقيت باكل هيلسي عامه، يعني ده حقيقي فعلا. فتعالى هعزمك في داس ريستورانت كده محندق بيبيع اكل هيلسي هيلسي، اوكي؟ موافق اعزمك؟ ماشي. ماشي يلا. هعزمك ازاي بقى؟ المنيو طلع فيه اللي انا هكتبه لك ده. ماشي، طلع فيه كيزه، طلع فيه شينكن، بس. وطلع فيه حاجه كمان اسمها يوجورت، اي ثينك انها شبه الانجليش شويه، وان انت جسيت معناها. وعندي زالات، برضو شبه الانجليش. خلينا نحط الكلمات اللي شبه الانجليش دي ايه في اطار لوحدها كده. ومعانا برضو ده ريستورانت. كيفرو اللي بعده. ولقينا برضو في المنيو كوخن معايا، مم. وغايس، وفيش. دي اي ثينك شبه الانجليش برضو، في حتى في الاوسبراخ في النطق، بس مختلف عنها شوية في الكتاب. حتى غايس شبهها شوية. طيب في حاجة تانية يا فراو كانت في ال- المنيو، كان في المشروبات بقى، الكتغون او الكتغانك، التي وزفت. طب يا فراو، هو كان سايب الطلبات دي كده في المنيو من غير ما يحط لها الأداة بتاعتها؟ انا شايفها كلمات، ولا هما كلهم ادجكتيف؟ يا راجل، في اكل يبقى ادجكتيف؟ لا طبعا، كان حاطط لها أداة علشان الناس اللي لسه جاية ألمانيا تبقى فاهمة الكلام بيتقال ازاي. هنا كانت محطوطة أداة، هنا كان محطوط دية برضو، هنا كان محطوط دية. هما كانوا عاملين اوكازيون على على الاكلات اللي اداتها دي، كانوا عاملين عروض عليها. وهنا دية، ودية، ودية، ودية. برضو هنا عندي التي ده شبه التي في الانجليش، هو برضو معناه شاي. تمام تمام. فانا شفت المنيو واخترت ان انا عايزة زلط.
وانت برضو اخترت زلط. ليه؟ عشان احنا ناس جيزوندس، احنا ناس صحيين. اوكي. واخترت كمان مع السلطة، اخترت فيش. ومش اي فيش، لا. خد الكلمة دي بقى ايه، دي زي ما بيقولوا إيه، حاجة كده ليك. انا مش هاخد اي سمك. هل هاخد سمك ني؟ لا. هو انا هاخد سمك مقلي؟ الله، ما انا جيزونتس، انا صحيه، هاخد سمك مقلي؟ لا. بس انا هاخد سمك مشوي. مشوي على ايه؟ مشوي على الفحم عادي، على الشوايه. ايه بقى يعني ايه سمك مشوي؟ اسمها جيج غيتلا. جيج جيج غلته فش. جيج غلته فش. جيج غلته فش معناها سمك مشوي او سمكه مشويه. تمام. تمام. فهمت. فانا طلبت جيج غلته فش، لان هو كان حاطط تحت الفش كده خيارات بقى، يعني انت عايزاها مشويه ولا مقليه ولا. تمام. فانا اخترتها مشويه. خليها دي ليك بقى ايه، موجوده كده، بس هي مش موجوده عندك في المنهج. تمام. دي ممكن تعمل عندها ستار كده، حاجه ليك يعني. طيب. انا اخترت سمكه مشويه وزلط وغايس، واخترت معاهم كوبايه شاي. تمام. تمام يا فراو. وعلشان برضو ما يحصلش حموضه، خدت يوجورت. طب يا فرو، انت كده خدتي كل المنيو، سيبي حاجه حاجه بقى لاحمد. تمام يا احمد، اتفضل اختار. احمد اختار زلط. معلش انا عازماك بقى، فانا هختار لك شنيكن. دي حاجه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعوذ بالله من الخبث والخبائث، عشان احنا مسلمين. هي ايه؟ لحم الخنزير. هم عندهم الحاجات دي عادي، احنا ما عندناش الحاجات دي عادي. خنزير اهي. انت اخترت دي يا شنيكن. قعدت تقول يا فرو انا في مدرسه انترناشونال، معلش انا عايزه اقلد الاجانب، فانا هطلب شنيكن. يا ابني انت مسلم يا ابني، معلش يا فرو، يعني ربنا غفور رحيم. غفور رحيم ايه يا ابني، هتخش النار. مفيش فايده، وعايز تطلب شنيكن، عايزه اطلب شنيكن. خلاص اتفضل يا عم، ادي شنيكن، خدها. بس ماليش دعوه، اللهم بلغت اللهم فشل. تمام يا فرو. انا كيزه خدت معاها جبنه. طب ليه خدت معاها جبنه؟ يعني قلت ان انا احط مع الشنيكن عليها جبنه كده من فوق متسيحه، عشان تدي لها طعم يعني. تمام. وايه تاني؟ طبعا خدت الزلط، وخدت غايس عشان تاكل اللحمه بالرز، وخدت معاها عصير. تمام. تمام. طلبنا الاكل والحمد لله، وكلنا. تمام. وانت اكلت استغفر الله العظيم لحم الخنزير. تمام. ايه بقى اللي اتبقى؟ انا اتبقى عندي كوخن. طيب كوخن دي اللي هي ايه؟ هي الكعكه. كان في شوكولاته كوخن، وكان في بقى حاجه ليك بقى كده برضو على جنب. ركز معايا. مم. تمام. حاجه ليك برضو على جنب، اسمها ايه؟ اسمها هافه. بس هافه لوحدها معناها شوفان. تمام. ماشي. مم. وهافه كوخن. das هافه كوخن معناها كيكه الشوفان. يعني لما احط هافه قبل الكوخن هنا كده، ومعاها مثلا لا، هي هنا هتبقى دي هافه كوخن. معلش، هي دي هافه كوخن مش das. طب ليه يا فرا؟ عشان احنا قلنا ان احنا بناخد اداه اخر كلمه. طيب. هافه كوخن معناها كيكه الشوفان. شوكولاته كوخن معناها مثلا كيكه الشوكولاته. ما كان في كيكه شوكولاته وكان في كيكه شوفان، وانا جيزوندس، انا صحيه، فاخترت دي هافه كوخن. وانت عشان لسه واكل استغفر الله العظيم لحم الخنزير، فكنت يعني شبه عامل دايت، يعني شبه، بس كنت بتضحك على نفسك. حاطط اصلا جبنه فوق ال الخنزير، حاجه غريبه قوي. فاخترت الشوكولاته كوخ. تمام. تمام. بس خلصنا على المنيو بتاع الداس ريستورانت، وروحنا انا وانت. فاحنا هنا قلنا ايه؟ قلنا دي زفت معناها عصير، ودي تي اللي هو الشاي اللي انا اخترته، ودي فيش اللي هي سمكة، وانا اخترت سبيسيفيك يعني اللي هو ايه؟ الجيجا ريلت فيش اللي هو سمك المشوي. ودي غايس، انا وانت اخترنا غايس اللي هو الرز. ودي كوخن اللي هي الكيكة، وانا ما اخترتش اي كيكة، اخترت الهافي كوخن كيكة الشوفان، وانت اخدت شوكولاتة كوخن. والزلط اللي هي السلطة، ما كناش يعني الزلط بالعربي، احنا خدنا زلط اللي هو السلطة. ويوجورت، أنا خدت اليوجورت الزبادي علشان الحموضة. وشنيكن، أنت خدت استغفر الله العظيم لحم الخنزير. ودي كيزة، حطيت عليها شوية جبنة من فوق. صعبة الكلمات؟ هي دي الكلمات العمود الأولية.
ايه رأيك نعمل الكلمات كل مرة بقصة كده؟ ماشي. قشطة. وانتم كمان مستنيين ايه؟ يلا في فورم تحت الفيديو، سجلوا عشان تواصل معاكم بالتفاصيل. سلام.